الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الشعبي العزيز. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعلا شعبي العزيز، جاء الحق وتبين الحق وعصعص الحق، وفي إمكاني أن أزيدك وأزيدك من المترادفات في شأن الحق والعلو كلمته وسمو درجته، نظرا لمحبة العرب في الحق وتعلقهم بالحق وتشبتهم بالحق. جاءنا النبأ هذا الصباح الذي كنا ننتظره. لم نكن ننتظره تفاؤلا فقط، بل كنا ننتظره إيمانا ويقينا منا بأن الحق معنا، لأن الحق سبحانه وتعالى معنا وراءنا وأمامنا وفي جانبنا. جاء الحق يجيب شعبي العزيز على الأسئلة التي طرحناها على محكمة العدل. قلنا لمحكمة العدل: أولا، هل الصحراء قبل احتلالها من لدن الإسبان كانت أرضا بدون سيد ودون مالك أم لا؟ ثانيا، فيما إذا لم تكن تلك الأرض الموات، ما هي العلاقات التي كانت تربطها مع المغرب؟ ثالثا، وإذا أجبت على هذه الأسئلة فبالطبع اعترفتي أنت محكمة العدل بأن لك الصلاحية لتبتي في المشكل بكيفية نهائية. وهذا الصباح جاءت شعبي العزيز الأجوبة على الأسئلة بثلاثة. أولا، اعترفت المحكمة بأنه لها الصلاحية باش تنظر في الملف وتحكم في الملف. ثانيا، وهذا مسألة جانبية ما نعتبرهاش النقطة الثانية، بل نعتبرها نقطة ثانوية، من بعد قالت هناك مشكل قانوني بين المغرب وبين اسبانيا، فسمحت لنا باش يكون عندنا قاضي خاص يمثلنا في شخص السيد بوني، القاضي العدل، الرجل الممتاز، ابن ساحل العاج، الذي بهذه المناسبة يسرنا أن نوجه له عبارات تقديرنا وعبارات اعترافنا بالجميل، وبالطبع في شخصه أن نعبر له ولشعبه ولرئيسه شقيقنا وأخينا الرئيس توفيق بوني عما نكنه له من تقدير وإعجاب. ثم أجابت المحكمة على السؤال الثاني: لم تكن الصحراء أرضا مواتا، بمعنى لما جات اسبانيا ما لقاتش أمامها الفراغ. ثم أجابت أخيرا محكمة العدل على السؤال الثالث: ما هي العلاقات التي كانت موجودة بين الصحراء وبين المغرب؟ وهنا غادي نقول لكم النص بالفرنسوية، وتيظهر أنني النص حفظته إلا الذاكرة ديالي ما خانتنيش. تقول:
Elle reconnaît l'existence de liens juridiques de souveraineté, d'allégeance entre les rois du Maroc et les populations du Sahara. وتعترف هناك بروابط قانونية وروابط بيعة، لأنني نفسر في القانون الدولي الإسلامي أن هناك الروابط القانونية وهناك روابط البيعة. فيمكن مثلا نكونوا محتلين أرض ومستعمرين أرض وبيننا وبينها قانون اللي يفصل بيننا وبينها المعاملات، ولكن ما تكونش البيعة ديالها في عنقنا، ووقع هذا في تاريخ المغرب. أما هنا قالت محكمة العدل، قالت هناك روابط قانونية أولا وروابط بيعة بين المملكة المغربية وبين الصحراء. وهنا شعبي العزيز إلا تسمح لي، كاينه كما تيقولوا العامة ديك النوع نتاع النشوة القانونية، لأن شوية أنا من أهل القانون غادي نتوسع شعبي العزيز في هذا المضمار. كاين بعض الناس غادي يقولوا المحكمة ما قالتش روابط نتاع السيادة. طيب أجيب ما هو الفرق فيما يخص حتى القانون الأوروبي بنفسه بين السيادة وبين روابط البيعة، ولا سيما أن ما نساوش أن المحكمة تنظر في قضية ترجع في روحها وحكمها إلى أوائل القرن الذي نعيش فيه، ذلك القرن الذي لم تكن توجد في أوروبا إلا دولتان جمهوريتان، وهما فرنسا وسويسرا، والما تبقي من اسبانيا، ايطاليا، المانيا، اوسترو-هنغري، يوغوسلافيا، روسيا، بولونيا، هولندا، بلجيكا، النرويج، الدنمارك، كانت ما تستعملش إداك اللفظ نتاع السيادة، بل تستعمل اللفظ نتاع البيعة، لا ليجانس. فهنا يمكن نقول حتى الأوروبيين الأساتذة القانون، واللي البعض فيهم ماشي قرينا عليهم وما كانوا جالسين تماك، ولكن ينتسب إليهم من اللي قرينا عليهم، أنه باستعمالهم الليجانس دخلوا عليها الفرح أكثر من استعمالهم السيادة، لأنه استعملوا اللفظ ديال البيعة، استعملوا اللفظ المناسب للتاريخ فاش استعمرت فيه الصحراء. النقطة الثانية غادي نجاوب على أساس القانون الإسلامي. كما في علمكم وكما في علمك شعبي العزيز، القانون الإسلامي الدولي هو أول قانون ينظم حياة الأفراد مع الجماعة، وحياة الجماعة مع الأفراد، وحياة الحاكمين بالمحكومين، والعكس بالعكس. والبيعة في القانون الإسلامي وإن اكتست دائما واحد العدد ديال الأصناف وديال الأشكال، كانت دائما ماشي بيعة تربط فقط الشخص بالملك أو الشخص بأمير المؤمنين، بل لما كان لأولئك الأشخاص من تمثيل وقوة تمثيل، كانت تربط أولئك الأشخاص وما يمثلونه من قبائل وعشائر وأقطار وأمصار بينهم وبين أمير المؤمنين أو من ولاه الله أمر شؤون المسلمين. ولكن غادي نزيد نقول للسادات نتاع محكمة العدل، وهما ما نحتاجش نقول لهم هادشي عارفينه، ولا سيما أن وضوع علينا حتى أسئلة فيما يخص المذهب المالكي وكيف كان يطبق المذهب المالكي، بحيث ما عرفوا الناس
فإذا كان هناك تجاهل من البعض فيهم منهم فهو تجاهل العارف. بل تنقول الناس اللي تيجهلوا هذا الشيء، وتنزيد نأكد لك شعبي العزيز على أن البيعة في المغرب كانت عندها دائما والطبع خاص، أنه البيعة دائما في المغرب كانت مكتوبة. نعلم في تاريخ الإسلام أن هناك كان أمراء وملوك كيجيو يشوفوهم رؤساء القبائل ويسلموا عليهم ويوضعوا يدهم على في يديهم أو يديهم على ركبتهم ويقسموا لهم في المصحف ويقولوا إننا نبايعك على المكره المنشط ونبايعك بيعة الرضوان أو البيعة الأخرى. ولكن المغرب هي الدولة الوحيدة التي لم تكتفي بالبيعة الشفوية، بل ما ثبت في تاريخ المغرب وفي أي دولة مغربية أنه وقعت بيعة شفوية. كانت دائما البيعة مكتوبة، وحتى اللي ما توصلش باش يكتب البيعة كان تيصيفطها على يد العدول. ولكن هذا بحث لا بغيتو غادي نكلفوا به وزير الدولة في الثقافة باش يعمل فيه محاضرة وسلسلة المقالات باش يظهر على أن احنا تنكتفيو ومسرورين جدا بهذه الفتوى نتاع المحكمة العدل الدولية، لأنها أولا تجيب إلى رغباتنا وتجيب على أسئلتنا، وثانيا لا يمكنها أن تعارض قانونا عاما دوليا من أقدم ومن أقدس القوانين وهو القانون الدستوري الإسلامي. إذن أمام هذا اش نبقى شبيه العزيز؟ يبقى أننا خصنا نمشيو ندخلوا لمحلنا. الصحراء تفتحت لنا أبوابها قانونيا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت من قديم الزمن ديالتنا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت بيننا وبينها روابط، وديك الروابط ما جاتش وتقطعت بالقطع المستعمر. إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا، لأن الفترة التي عاشتها الصحراء في الاستعمار لم تكن قط فترة من شأنها أن تقطع العلاقات والالتزامات التي بين المغرب وبين ذلك الإقليم، بل الآن أصبح من المحتم، من المتعين، من الواجب الديني، والعلماء ديالنا هنا موجودين يفتيو، الواجب الديني نتاعي كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين أنني كما أن البيعة ديالهم ليا باقي في عنقهم، أنني نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في الصحراء. كيف غادي يلتحقوا به؟ ما هي الطريق التي سنستعملها؟ لا يمكن في آن واحد أن نتحاكم أمام هيئة الأمم المتحدة وأمام محكمة العدل وأن نقوم بحرب تريق الدماء وتذهب بالأرواح. هذا تناقض، وهذا نوع من التعامل لم يكن من شيم المغرب ولن يكون إن شاء الله من شيم المغرب. انتظروا من الحكم نتاع هاي اللي هو حكم، أنا تعتبره حكم، وكانوا ما تقولوا فتوى أو استشارة، أنا تعتبره حكم. ننتظروا من الفتوى أنها تجيب لنا في واحد العلبة جميلة مزينة، تجيب لنا حجاج الأرضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء. هذا من باب الخيال. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب
إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. شعبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% منها ديال النساء. إن النساء والرجال شقائق في الأحكام، شقائق في الحقوق، شقائق حتى في الوطنية. بل ربما وجدنا من النساء في تاريخ العرب وتاريخ المغرب من كنا أكثر غيرة على وطنهم ووطنيتهم من بعض الرجال. مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح. خصنا نتفقوا على هذه، احنا ما تنحاربوش وما يمكنناش نحاربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب الدخول. ما تنحاربوش اسبانيا، وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا وما شاهرين الشيء عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والراي العام العالمي. بحيث تنقول اسبانيا 350 ألف مغربي ومغربية غادي يمشيو يدخلوا للصحراء، ما بينا وبينك حتى حرب، مع أن معك مشكل، ولا سيما أنك أنت قررتي أنك غادي تخرجي اسبانيا. وخرجي وخلي المحل لولادو والأهلو والسكان. ولكن مقابل هذا تنقول أن المغرب مستعد، بل من الواجب عليه أن يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامة وصيانة الأرواح فيما إذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز إسباني. أما كل حاجز إسباني لقينا في طريقنا أنا تنقول لهم ما غادي نحاربوكمش، فإذا ما عندكم لاش تحاربونا. بالحق إذا كان هناك عنصر أجنبي على الإسبانيين سوف لا نتهاود في الدفاع، بل سوف لا نتردد عن الزحف، وإذاك ما غادي يرجع شي هجوم من جهتنا، بل غادي يجي يرجع صد عدوان وغادي يرجع دفاع عن النفس. كيفاش شعبي العزيز إذن المسألة غادي تركب وهذه المسيرة غادي تصوب؟ أعطينا أوامرنا إلى جميع العمال في الأقاليم باش ابتداء من غدا يفتحوا المكاتب نتاع التطوع للرجال والنساء. وسوف أكون من الأولين الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين. فكما أنني أفتخر بأنني عندي ورقة ناخب، سأفتخر بأن تكون عندي بطاقة مسجل للتطوع للمسيرة لاسترجاع الصحراء، حتى تبقى لأبنائي وأبناء أبنائي، حتى تبقى لهم التاج الحقيقي والصولجان الحقيقي، ألا وهي
الصبغة الوطنية، وتنقول وهي صبغة الله وما أحسن من الله صبغة. فقررنا إذن أن في كل عمالة غادي تفتحوا مكاتب نتاع التسجيل، وكل عمالة حسينا شحال ديال الناس غادي ناخذوا منها. وأنا شعبي العزيز سنعطيك بعض الأرقام. أكادير 33,000 منهم 3300 مرأة. الحسيمة 2000 نسمة منهم 200 مرأة. بني ملال 10,000 نسمة منهم 1000 مرأة. شيشاون 500 نسمة منهم 50 مرأة. الدار البيضاء 35,000 نسمة منهم 3500 مرأة. الجديدة 15,000 نسمة منهم 1500 مرأة. الصويرة 5000 نسمة 500 مرأة. فيقيق 1500 150 مرأة. قنيطرة فاس 15,000 1500 مرأة. قنيطرة 10,000 نسمة 1000 نتاع النساء. الخميسات 10,000 1000 النساء. قلعة السراغنة 2500 250. خريبكا 2500 250. قصر السوق 20,000 2000. خنيفرة 10,000 1000. مراكش 25,000 2500. مكناس 10,000 1000. الناظور 500 50. ميسور 500 50. وجدة 1500 150. ورزازات 20,000 2000. الرباط وسلا 10,000 1000. أسفي 7,000 700. سطات 10,000 1000. طنجة 500 50. طرفايا 15,000 1500. تازا 10,000 1000. تطوان 1500 150. تيزنيت 18,000 1800. وأزلال 5,500. المجموع من السكان بالضبط 306,500 نسمة، بلا الأطور الإدارية منها الضباط و300 قيد والخلايف و700 شيخ ومخدمين والأطباء والمكلفين بالخدمات، فيصير الجميع 350,000 نسمة. شعبي العزيز، قد تبادلت أنت والعرش، قد تبادلتم الوحي، فمرارا مواقفك أوحت العرش انتفاضات، ومرارا إحساسات وتقييمات ملوكك وحتلك بأعمال. ودائما هكذا شعبي العزيز، كنا شي تيسطر لشي من أين تمر طريق الكرامة وطريق النصر وطريق الاعتزاز بالمغربية. وهذه مرة أخرى شعبي العزيز سنتبادل فيها الإلهام وسنتبادل فيها الوحي، لأنني تصفحت تاريخنا، بل تصفحت تاريخ العالم في هذه المدة الأخيرة، فلم أجد أثرا لملحمة مثل التي ستكتبها أنت شعبي العزيز، ولم أجد أثرا لمسيرة من دولة تسمى في طريق النمو مثل هذه المسيرة. ولا أرضى شعبي العزيز أن يسبقك بها أحد في تحرير بلاده. شعبي العزيز، العالم في بركان من التكوين، إفريقيا في بركان من التكوين. إفريقيا اللي تتنادي اليوم بتقرير المصير
إفريقيا ستصبح يوما ما هي الضحية الأولى لتقرير المصير، إنها غادي توقع فيها انقسامات وانفصالات بعد عن بعض. وبغيتي شعبي العزيز حينما تقع مثل هذه يسبقك لمسيرة استرجاع، يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب. لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلذات كبدي، أنزلك في نفسي منزلة وثنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وثنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل، ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم. وهذه المسيرة شعبي العزيز سوف تبرهن أولا على إرادتك، سوف تبرهن على أن مطالبة الصحراء هي مطالبة المغاربة كلهم، ماشي طرف من الأطراف أو صنف من الأصناف أو وطنيين أو أحزاب سياسية أو نقابية، هيئة نقابية أو مثقفين، أن مسألة الصحراء هي مسألة تتهم المغاربة كلهم. غادي تظهر ثانيا شعبي العزيز على أنه شعب معلوم ما عندناش القنبلة الذرية، ما عندناش الصواريخ، ولكن عندنا من القوة، وعندنا ولله الحمد من الزاد ومن الأسلحة، ومع ذلك آثرنا المسيرة السلمية على استعمال القوة والغزو. فستظهرك مرة أخرى بواحد المظهر نتاع النضج، علما منا أنه لا يوجد سفاك آثم لا يؤمن لا بالله ولا بالشيطان، لا يوجد رجل يمكن أن يعطي الأمر بإطلاق النار على 350 ألف نسمة مدنية عزلاء لا شيء في يدها إلا كتاب الله. لأن من الواجب، حنا صوبنا الخمسة، كل واحد غادي يكون في المسيرة غادي يكون من القبيلة ديالو عنده المدرر ديالو واللي تيتشارط معاه، وكل واحد صوبنا له الخمسات، امرأة ورجل، باش تيلا ما كانش على الطهارة الكبيرة يمكن له ياخذ في الدور الخمسة. فما يمكنش 350 ألف الناس تتلو كتاب الله وتقرأوا آياته وتتحصنوا بها وتتسلحوا بما فيها من قوة وما فيها من إيمان وما فيها من معطيات ومنطلقات، لا يمكن لأحد أن يقدم على أن يطلق عليكم النار شعبي العزيز، وإن كان وننفرض أنه وقعت. ايوا سيدي صبار، احنا وقعت، احنا وصلنا لديك الحداده وقالوا ضربوا. ايوا هادشي راه وقع، راه شفناه، كاين اللي سمعنا به بحال الخرافه وكاين اللي عشناه. الى المغاربه اللي تنسمع بهم وعشت معهم وتنعرفهم هما المغاربه اليوم، راه ديك الساعتين ما تخلعناش. راه سمعنا بانه وقع الضرب في 31 وفي 37، وسمحوا لي نسيت بعض التواريخ، وعشنا ال 44 وعشنا البوفكران وعشنا الحوادث الدخيسة وعشنا ال 54 في جهة بالجعد واتزم، وعشنا الشيء اللي وقع اللي قال في ديك الوقت في الدار البيضاء في 47، وعشنا المصيبة اللي وقعت بالنقابيين في ديسمبر 52. فملي كنا تنخرجوا نتظاهروا ونقولوا يحيى الوطن يحيى كذا، ما كان في يدينا لا مسدس لا حتى حاجه، بن كنا ربما كان فينا الواحد البعض تيودع الاهل ديالو ويرجع. ايوا سيدي المغاربه ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كان هذا الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري،
إلا ما فكيتيش الآن سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمة، ضعيف الوزن، منعدم القيمة. فبحيث شعبي العزيز هذه المسيرة سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن الصاب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبي العزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد نتاع الملاحم. غادي يظهر كذلك أنه المغرب في إمكانه أنه يحرك 350 ألف الناس اللي ماشي حاجة قليلة، بماكلتهم، بشرابهم، بالمأوى ديالهم، بالدواء ديالهم. وعلى سبب المثال نعطيك مثلا مدة 12 يوم غادي يكونوا عشرات القطارات يوميا تتوصل الناس نتاع الشمال ونتاع المغرب الشرقي لمراكش، ومن تماك غادي ياخذوا السيارات الشاحنات لأكادير، ومن أكادير لطرفايا. الجميع نتاع السيارات الشاحنات 7813. $10,000 الناس اللي غادي تصلح للتأطير ديالك. المأكولات 17,000 طن، الماء 63,000 طن، الوقود 2590 طن، 2590 طن، 470 أطباء ومعينين للأطباء، 220 سيارة الإسعاف الطبية. هذه عملية شعبية العزيز ما يقوم بها إلا دولة اللي عريقة في المجد وفي النظام، مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع والو، مسيرة اللي غادي تدوم 15 يوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي ما وقعش بينها اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقى الماء باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى الوقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير الصبليون. هذه تنزيد نأكدها، إلا لقينا من غير الصبليون راه المغرب ما بقاش يعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم انهم يضربوا 350 ألف عزال، ديك الساعات منهم رؤوسهم، حنا نخلوهم نديروا هادي. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا أحببنا أم كرهنا وأحباء أم كره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بينه وبينه، لا أظن. بحيث شعبي العزيز هذه مسيرة عملية، هذه شهرين وانا تنهي فين نقول لك شعبي العزيز، شهرين وانا حمل هذا الحمل على الأعصاب ديالي زيادة على الأعباء الأخرى. شهرين في الصباح تنأمن 10 مرات، في الليل تنشك 20 مرة. شهرين وتنقول واش من حقي نزيد شعبي لهذه المسألة هذه أم ماشي من حقي؟ هل من واجبي أم ماشي من واجبي؟ من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء، من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نوصلوا لها. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا،
ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإصبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. شعبي العزيز، هذا الموضوع لا يمكن أن يكتفي بنصف ساعة من الكلام، فإما له 15 دقيقة وإما له الليالي، وسوف تكون له إن شاء الله الليالي والأيام الغراء. تلك الليالي والأيام الغراء التي سنذكرها جميعا مع حفدتنا، والتي ستذكرها حفدتنا مع أبنائهم. شعبي العزيز، سوف لا أطيل عليك، سأختم كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري باب الإيمان، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شعبي العزيز، لنجعل من هذه المسيرة هجرتنا إلى الله ورسوله، ولنصل الرحم، ولنسترجع الأرض، ولنبني سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا، ولنبنيها على إيماننا بالله واتكالنا عليه، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل. فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال، فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال، وما عودنا إلى الجمال وما عودنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.